بيريز رسميا يعلن الحرب على برشلونه، بعد ما كانت صحف وفلان وعلان وقالوا قلت وحكي نسوان، هسه لا، صارت رسمي وبالوجه قدام العالم. انجازاتكم اللي على قد ناديكم اللي تعتبرون انتم سويتوا فشي بالسابق، هذا كان بفضل نقريره. الكل يعرفون فضحتي، بس ماكو شيء ثابت، بس تعرفون بيريز من يطب بقضيه يكسبها، يتحدى الدنيا كلها ما حد يقدر له، لان بيريز يعرف القانون وحافظه ويعرف بيش يدخل ويخسر لو يربح. فلا تندق بيريز، بيريز علنها عليكم وراح تتعاقبون وراح تنخصمون وراح تنزلون درجه ثانيه. لا هو انتم ولا نزلتوا درجه ثانيه، ايش راح يقدم وايش راح ياخر؟ يعني انتم هسه بالدرجه الاولى هم مسوين شيء 11 سنه ما شايفين دوري الابطال، وبعد 200 سنه ما تشوفونه، والله طلعها بيكم اول وثاني، ضيع حظ ناديكم وخلاه يبيع تذاكره وخلاه يدعم الالوان وخلاه يبيع ملعبه تفسيخ وخلاه ينفضح بالثمانيه وخلاه يروح للدور الاوروبي. ايش يصير بعد بيكم؟ شو يسوي بيك الله بعد اكثر من هذا اللي صار؟ وبيريز فوقها النوم يكملها يزيد يطين بله. فما نعوفكم، انتم ناديكم مفلس، من نقول لكم احنا نجوم وتاريخ وعندنا بطولات، تقولون مو انتم عندكم فلوس، انتم ليش ما عندكم فلوس؟ غير ناديكم فقر من وراء الدفع للتحكيم، من وراء نقريره اللي فلسكم وطفر بعد ما انفضحتوا وعفتوه، كان انتم هم نفس الحاله. غير ناديكم فلس من وراء ميسي كل سنه يجدد كان وياخذ من عندكم فلوس وقاعدكم على بساط واخر 3 سنوات ماخذ لكم كيس حب. غير ناديكم يدفع للحكام وفلس وهسه ما عندكم سوء اداره. انا شو العلاقه؟ انا ادي فلوس بكيفي، شو اسوي؟ انت روح طق راسك بالهايط، مو لا طلع حجه صد جولتشينا باخذكم بالجولتشي صد، انتم ما عندكم جولتشي بالكلاسيكو، هذا جولتشيكم طلع 5 لو 6 اهداف ومنهم ضربه جزاء، هم قلنا لكم باخذكم بالجولتشي، هو جايبين صخره لو دفعت بله غير يصيد. احنا لا عندنا بيريز خوش الصراف ويعرف شلون يقود الفريق للافضل وللزين، قلتوا احنا ما عندنا، انتم عندكم فلوس. هاي سوء اداره وهذا نظام اداره، احنا صح وانتم غلط بكل شيء. فاحنا شنو نعطيكم فلوس؟ نعطيكم رئيسنا، نعطيكم جولتشينا، نعطيكم مبابينا، نعطيكم تاريخنا؟ لا، اصنع شيء نفسك. فانت هذا هسه فضحك علني صارت بالشاشات، مو حكي اعلام مو حكي نسوان، انه بيرز علن الحرب وقال انتم ما عندكم شيء. وش سويتوا؟ سداسيه، عندنا سداسيه 5 بالحلال احسن من 15 بالحرام. خب وين الحلال؟ وين الحلال بنقريره؟ فضحكم وقال كل انجازاتكم بالحرام بنقريره. فبعد لا تحكي بالحلال والحرام، لان احنا مو موضوعنا ديني، موضوع رياضي. فانتم 127 سنه من اللعب والنضال والبيع والتخاذل والفضايح من اجل معادله حذاء لاعب ريال مدريد السابق توني كروز، ولن تستطيعوا معادلتها، لأنها الحذاء متفوقة على ناديكم وفوق كتالونيا. اي نعم، فبيريز ما يدخل بشي خسرة، دخل بهاي القضية ويربحها ويعاقبكم. وشي يسوي بيكم الله بعد؟ انتم بالدرجة الأولى وما مسوين شي وفضايح وخسائر وما شامين. دور ال16 النوب فوقات تعاقبون وبيريز يزيد الطين بله. ما عندنا نادي فقير غير دافع عن النقريعة ابن الدوري يا رب ابلع.